طول عمرنا بنسمع عن الراجل الديوث. يعني ايه الراجل الديوث؟ يعني ما بيغيرش على اهل بيته. لكن النهارده الموضوع مختلف تماما. يعني القصه اللي هنحكيها دي عن زوجه، يعني زوجه لا احنا عارفين ملهاش وصف. يعني احنا لما جينا عايزين نوصف الزوجه دي، هل هي شيطان؟ هل هي ابليس؟ هل هي مجنونه؟ هل هي فاقده الاهليه؟ مش عارفين والله. وهنعرف الكلام ده في جريمه النهارده. بس قبل ما نبدا يا ريت نشترك في القناه ونفعل زر الجرس، واسالكم لايك دعما لينا ونبدا عشان وقت حضراتكم. القصه بدات زوجه دي اللي هي سعاد دي زوجه لراجل صنايعي، وغلابه قوي، قاعدين في دور ارضي على قدهم، والحياه معاهم صعبه وماشيين بالزق، ومعاها واد وبنت برضه صغيرين. فالراجل بيحاول، يعني الراجل صنايعي من هنا جاله مشوار كده، جاله صنعه كده، حتى لو ما جاش صنعه، لو جاته نقل الطب بيروح اي. المهم ايه، بيحاول بقدر الامكان ان هو يجيب اي قرش في البيت ويحاول يمشي نفسه. فجت اللي اسمها الزوجه اللي اسمها سعاد دي، جت هي ليها بقى ايه، قاعده 24 ساعه ست بيت مستنيه يعني. فليها طبعا انتوا عارفين الوقت الناس اسهل حاجه عند الست دلوقتي هي تمسك الموبايل، تيك توك، فيس، كلمتين، اللي هو الحاجات دي. فجت فكرت طبعا من ضمن البلاوي اللي بتشوفها، ومن ضمن الحاجات اللي بتشوفها، ومن ضمن آلاف الناس اللي طالعين علينا، سوري في اللفظ، زي الترنشات كده او بورتات بيطلعوا علينا ما نعرفش بيطلعوا ازاي. فتلاقي اللي بتطلع تتكلم تهزر، تتكلم في اكل وهي ما بتعرفش تطبخ، تتكلم في نقط وهي دمها يلطش، تتكلم حتى في حكايات وهي لا دارسه ولا فاهمه حاجه، ولا عارفه آلية اللي بتقوله ده، ولا عارفه يعني ايه تنميه بشريه اصلا، انها توصل معلومه او توصل رساله. فالمهم الست دي عجبتها الوضع دي، ففكرت قالت انا امكانياتي انا برضو ايه، دلوعه كده وبحب ايه اتكلم. فهي طبعا للاسف والحاجه البشعه ان هي امكانياتها في الرقص. فجت اول مره ففكرت تعمل الموضوع ده، طبعا بتصور الرقص وهي مش ظاهره والكلام ده. فالناس اتريقوا عليها، يعني لدرجه ان هم يعني ايه خدوها تريقه. بس لما جم اتريقوا عليها عملت مشاهدات عاليه، بحيث ان ضحكوا عليها لانها يعني ايه مش جامده، يعني انها في الرقص والكلام ده. فجت مره في اتنين فلقيت ايه لما جت وصل، يعني جت زي ما بتقول ايه، كسبت من ورا الموضوع ده على طريقه الناس، فكسبت. فابتدت تطور الموضوع ده. فبس الناس ابتدوا مع الوقت يملوها. يعني ايه، لما الانسان بيزيد في حاجه، الاول الواحد بيشوفها حاجه غريبه وبيتريق عليها في الاول بيملها، خصوصا ان حاجه وحشه. يعني لو حاجه كويسه هيكمل معاها حتى لو امل منها لانه بيستفاد، لكن دي هيستفاد منها ايه؟ فالمهم الست لما كسبت فكرت، قالت طب انا اعمل ايه. فالمجنونه جت مره كده حاطه الكاميرا، فقالت انا هيجي جوزي وهخضه واعمل معاه شويه حاجات كده. فالراجل حط الكاميرا، فاول ما جه الحمد لله على السلامه، وابتدت تتعامل معاه وتمسكه. لا فيها يا وليه، انت مالك، في ايه، انت اتجننتي ولا ايه؟ اوعي تكوني شربتي من السجاير اللي بشرب منها. هو يعني بيضحك يهزر معاه. لا يا اخويا ده طبيعي، وبعدين وحشني. فابتدت هي عملت الموضوع ده، وقامت جايه طبعا قافله الكاميرا، وقامت جايه ايه نشره البتاع ده. فهوب الناس لقت آلاف ومئات الآلاف المشاهدات عليها، فحاجة رهيبة. فبس لقت بقى دي السكة اللي هي هتبص، ولقت دي السكة اللي هتجيب لها فلوس. فابتدت مرة في مرة مع جوزها، مرة مش عارف تكلمه، مرة وهو نايم، طب انا هعمل لك ظهرك عشان خاطر يا اخويا انت بتشيل وطول النهار بره وايه. وهي بتعمل كده يعني معاها، بتيجي في الاخر تقول ايه كلمتين بس ما بيظهرش قوي الوشوشه. فجت طبعا مع الوقت ابتدت تطور، كسبت كتير، ابتدت تكسب، ابتدى حتى يبان عليها لما كسبت على عيالها. الراجل ابتدى يستغرب، لقى يعني ايه، كانت الاول بتنتقده، يعني كانت الاول بتجيله تقول له ايه، يا عم ما فيش فلوس، يا عم العيال ما كلوش لحمه بقالهم اسبوع، يا عم ارحمنا شوف اي حاجه، يا عم روح شوف لك اي حاجه هات جنيهين، مفيش خالص، اعمل ايه، الوليه بهدلتني عشان خاطر الفلوس المكسوره علينا. فكانت على طول ايه بتقطمه. فجه الراجل استغرب، لان بقى لها عادي بتاع بشهرين ثلاثه مفيش، يعني ولا بتقول له انت الفلوس فين، ولا بتقول له علينا، ولا. فجه الراجل بيستغرب، فبيقول لها يعني انا شايف ان انت يعني ما انتيش بتقولي لي فلوس. قالت ما الحمد لله انا ابتديت اوفر بقى، وبنحاول نوفر ونمشي نفسينا. لا توفري منين وتوفري ايه، ليه انت بتشغلي حاجه؟ ما انت على طول 24 ساعه قاعده على النت وقاعده على الكلام ده، ولا بتوفري اي حاجه. وبعدين انا ايه اللي جبتيه ده، مين اللي هيدفع النت ده، واحنا لاقيين ناكل لما جايبه نت تدفع؟ قلت له مالكش دعوه، انا هتصرف، انا هدفعه. انا في واحده بشترك معاها في طبيخ. لا خلاص طالما انا مش هدفع حاجه، طالما انت هتدفعي خلاص. فابتدت ايه تتجه. فجت في مره قالت انا هعمل حركه، فقامت جايه خليها الراجل
ابتدى بقى مثلا بيبقى الراجل طبعا انتوا عارفين الزوج والزوجه طبيعي يعني، فخلت بقى في وقت معين وهم مع بعض ابتدى ويروح ويتكلم ويضحك ويهزر، ودي حاجات اسرار، ودي اسرار بيوت وحرمه. دي حرمه يا جماعه، جاي مطلعه حرمه البيت وحرمه العلاقه بره ككلام مع اول جزء من ايه التعامل. فطبعا اول ما عملت حاجه زي كده اتهبلت، لقيت بقى الفلوس ومشاهدات عاليه والناس بقى طبعا تعليقات وحوارات، فطمعت بقى. فطبعا ابتدت تبص وعيالها صغيرين، عيالها مش عارفين حاجه، قاعد لسه 5 6 سنين وواحده مش عارفه 4 سنين، يعني لسه صغيرين. فالمهم الراجل ابتدى ايه، ابتدى يستغرب. طبعا دول كان ليهم جار، منطقه شعبيه زي دي ليهم جيران. فكان في واد من العيال اللي هي صغيره يعني مش كبيره قوي، يعني عادي بتاع 20 سنه، لسه مخلص معاه دبلوم تقريبا ولا مخلص جيش، فلسه بقى ايه من العيال اللي هي الصيعه اللي ايه بيروحوا يقعدوا في النواصي. فالواد ده فكان دايما هو يطلع، فكان يسمع، يعني هو كان ايه بيسمع اللي هي بتعمله. يعني كان مره بيسمع وهي بيشغل مزيكا، مره بيسمع كذا. هو ما شافش اي حاجه، ما يعرفش هو، مع انه ليه في النت وليه كل حاجه، بس كان دايما يشك لما لقاها اتغيرت. يعني لقى وضعيه الناس دي اتغيرت، لقى في حاجات لبس، ابتدت تجيب لبس، فاستغرب، فعايز اعرف في ايه، الناس دي وقعوا على كنز ولا ايه اللي حصل. ومن ضمن الحوار مش هو بس الولد، لا ده كمان اللي هو امه وابوه فوق كانوا بيتكلموا، بيقولوا الناس دي مالهم اتغيروا ليه، ده ما كانوش لاقيين ياكلوا، مره واحده بقينا بنشم الطبيخ وبنشم اللحمه وبنشم الحاجات دي، هما ايه، هما بقى وقعوا على ايه، كنز ولا ايه. فالمهم الواد خد من هنا الموضوع ده، فابتدى يتقص وابتدى يراقبها، فعرف بقى ايه ان هي بتعمل قناه وبتعمل كده. فجه فعلا جاب الحاجه اللي هي بتعملها وشافها. فجه طبعا ايه اول ما شاف كده قال لك بس طبعا لو هو كان راح، يعني المفروض كان يروح يقول لامه وابوه يعرفهم ايه اللي، لا هو قال لك لا. فهو طبعا واقع وغلبان ولا شغال ولا اي حاجه، وقال لك بس انا طالما هم بيكسبوا وانا سمعت هم بقى بيقولوا هم وقعوا على كنز، يبقى الست دي معاها فلوس، انا هعمل ايه، انا هبتزها وفي نفس الوقت برضو ايه لو حصل اي حاجه ينوبني اي من الحب جانب، يعني علاقه بقى بتاع اي كده. فالمهم جت خلاها واقفه، فجه وهو نازل، هو قاعدين في الدور اللي فوقيه، فهو نازل بيقول لها على فكره انت حلوه قوي في الفيديو لما طلعتي. فبصيت له كده قالت له فيديو ايه، فيديو ايه، قال لها الفيديو. قام جاي فتح عامل لها الموبايل موريها، قال لها مش انت دي. فبصت كده قالت له لا مش انا. مين اللي قال لك؟ لا لا انت، انا شفت القميص ده وانت نشراه قبل كده. فطبعا هي سمعت الموضوع ده اتكهربت، يعني مسكها طبعا منطقه شعبيه ما ينفعش، وبعدين جوزها يعني اي نعم هو غلبان ومش لاقي ياكل والكلام ده كله، بس يا جماعه المصريين بالذات او بمعنى اصح العرب، اغلبيه العرب بالذات، والنبي لو جعان، لو بيشحت على باب الجوامع، فحاجه زي كده ما بيسميش الراجل، في حاجه زي كده ما بيسميش، خلاص ما بتنزل الغشاوه ما بيشوفش قدامه. فالمهم طبعا هو قال لها كان ده، قالت له طب بس اهدى خش خش عايزاك بس. لا لا ما اخشش، اخش ليه؟ قلت له خش بس. فالمهم دخل قعد معاها، قالت له طب انت في ايه عايز ايه؟ قال لها يعني بقى نبني من الحب جانب. فقام جاي يعني من ضمن الحوارات قال لها انا عايز اي فلوس وتراضيني. قالت له بس كده عينيا مش عايز حاجه تانية. فبص قال لها إيه ازاي يعني؟ قالت له مش عايز حاجه تانية. فالواد طبعا ايه استغرب وابتدى يفكر وابتدى قال لها يا ريت. فقام جايه ماسكاه ابتدت ايه تمسكه وتجيبه واحده واحده. فالمهم الواد خد عليها، فايه حصل بينهم ايه، ان يعني ايه زي ايه مناقشه كده، ان هو ايه جرته خلته ايه طمعته فيها يعني. بس فالمهم لا طب خد اهو قرشين اهو حلوين وانزل يا عم عيش حياتك، ولما يجي اقول لك نتقابل. فالمهم الست طبعا لما عرفت حاجه زي كده اتهبلت. طب هتعمل ايه اللي زي ده؟ خلاص كل ما يعوز حاجه، واللي زي العيال اللي زي دي عيال سرس، مش هيسيبها مش هيحلها بمعنى اصح. قالت كل ما هيعوز حاجه هينطلي، وكده كده الحاجه هتتكشف، لو حصل بيني وبينه اي مشكله او زعلته يا عالم انا مش ماسكه عليه حاجه، هينط لي يا عالم مفيش حل. فهي عماله تفكر ما كانتش بتنام، وما عادتش بقى ايه طنشت بقى الفيديوهات دي وطنشت حاجه زي كده، عمال تفكر مش عارفه تعمل ايه. وكل ما هنالك بقى حتى جوزها استغرب، قال لها انت فيها وليه ما عادش بتحكي زي الاول ليه؟ معلش اصل انا عندي واحده صاحبتي توفت وزعلانه عليها، يعني اخترعت له شويه حاجات كده. فالمهم فجه قعدت تفكر يا قالت لازم اخلص منه، لازم اخلص منه، هو ده الحل الوحيد مفيش مجال غير كده. طب بس اخلص منه ازاي يعني؟ انا ما اقدرش، ده فوق ده ايه لو ما يسيبوني، لا. فاتفكرت قالت اعمل ايه انا اخلص منه، ان هو
وبيشرب ان هو يكون شارب ويجيلي وهو يتهجم عليا وانا اقتله، او بمعنى اصح اعتدى عليا فانا خبطته بحاجه ووقعته، وهو ده ايه ده اللي يبقى موجود. فالمهم الولد طبعا لما جه خد اول مره فلوس واول حاجه، فدول عيال يا جماعه. طبيعي على فكره العيال لما بيحصل اي موقف زي ده كل واحد بيبقى ليه الانتيم بتاعه زي ما بيقولوا كده، يعني ليه صاحبه قوي او اتنين، بيبقى كل واحد ده ليه اتنين صحاب تلاته صحاب قوي فبيحكوا لبعض. فالواد ده لما جه خد الفلوس حكى ايه لاصحابه بسلام اتنين، قال له انا حصل كذا وخدت فلوس وخلاص وبقيت تمام، ده انا بقيت 100 ده انا معايا حته كده. طبعا هما يعني نظام مع بعض، يعني يا بختك ومش يا بختك. فجت طبعا بالفعل قامت جايباه في احد المرات وهو بقى ايه وشارب، وعارفه ان هو جابت له سجاره من سجاير جوزها جوه اللي هو بيشربها، انتوا عارفين الصناعيه طبعا. فجابت فشربها وهم قاعدين، وهي بقى ايه ماسكاه وهو بيمسكها بتحول كده. فقامت جايه ايه وهو لسه بيشرب اللي بتاعه بيشرب، قامت جايه من وراه وقامت جايه ايه خبطات 3 4 خبطات وقامت جايه ايه شق هدومها ومقطعاها ومطلعها بقى اكن ايه من الاخر متبهدله، بهدلت نفسها وقعدت هنا وعورت وصوتت يا لهوي. فالمهم الناس اتلموا وجي نزل من فوق، لقوا اللي نزل، يعني نزل ابوه وامه من فوق فلقوه سايح في دمه، وهو طبعا وهي بقى مقطعه وبتاع، في ابنكم ابني مش عارف ايه اتهجم عليا، ابنه عامل لكم فيه، ينفع اللي حصل ده؟ ربنا ينتقم منه. فالمهم طبعا امه الولد وابوه خدوه طبعا على المستشفى، وكان السر الالهي طلع لانها هي مسكته اصلا بعد ما خلصت عليه، وبعد ما خلصت عليه حرفيا قامت جايه صوتت وعملت الفيلم ده لما اطمنت عشان خاطر ما يحصلش انه يكون عايش، لانه لو كان عايش بالاخر كده هيبقى سواد عليها. فهي لما اطمنت على فجم طبعا حصل، وجت الشرطه طبعا خدوها واثبتت حاله اللي حصل. فجت طبعا ام ابوه فعرفوا طبعا ان هو كان شارب، لان هي اجبرته انه يكون شارب بحيث ان هو يتهجم عليها عشان كده. وجي امه يعني امه وابوه هيتجننوا، مش عارفين يقولوا ايه ومش عارفين يتكلموا ولا عارفين يتهموها ولا عارفين يغلطوا، وكان طبعا في حاله هستيريه، واخواته برضه ليه اخوات بنات فمش عارفين يعملوا ايه. فجي طبعا جوزها جري، ايه اللي حصل ايه الولا وينفع واللي حصل وينفع ده؟ فطبعا جه طبعا حصل مشاده وحصل جنايه وحصل خناقه وجت الشرطه، ولدرجه ان الشرطه جت يا جماعه قعدت 3 ايام في قلب المكان، يعني 3 ايام بينهم وبين بعض، دول خايفين ينزلوا يعملوا مشكله ودول خايفين يطلعوا يعملوا مشكله بسبب اللي حصل وبسبب ان الواد اتوفى. فالمهم فجت خبر طبعا للعيال صحابه اللي هم الانتيم الاتنين ان هو حصل اللي حصل، وجاي بقى اتحكى لهم كل حاجه بالتفصيل من شباب المنطقه التانيه اللي معاهم. فقالوا ايه ده ازاي؟ قاموا جايين رايحين لابوا الواد اللي اتوفى وامه والعيال جم، وعم الحاج ابنك اللي حصل ان هو حكى لنا ان هو شافها وهي بتعمل 1 2 3 4 وجه فعلا قال لنا وخد منها فلوس وقال لنا ان هو هيعمل كده. فهي ما انا استغرب، احنا لما اتحكى لنا ان هي غفلته وان هي موتته عشان خاطر اتهجم عليها استغربنا، لان هو حكى لنا غير كده، هو حكى لنا. فطبعا لما جه طبعا سمعوا اللي كده قام جاي الراجل جري ونزل فرحوا طبعا وقدم له وقال له اللي حصل، وجيب الولد جابوه اللي هو الواد اللي اتكلم معاه، وفعلا قالوا جه قال وحكى فعلا اللي حصل، وحكى ان الواد مسك ابنه فعلا لقاها انها بتعمل حاجات غلط وابتزها وخد منها فلوس، وهي خططت انها تقتله لان هي اصلا الواد متفق معاها. فجي طبعا تحريات حصلت، ولما التحريات بتحصل طبعا واي حاجه يا جماعه تخص النت شكرا، يعني اي حاجه تخص النت بقى قناه رسائل بتاع اي حاجه شكرا هتيجي. فطبعا جم كشفوا وابتدوا يحصروا الموضوع، فاكتشفوا فعلا انها رسمي. ومش كده وبس، ده اكتشفوا على فيديوهاتها اللي كانت بتعمل مثلا مقاطع او حاجه زي كده ان في حتى فيديوهات من اللي كانت بتقطعها ما كانتش طبعا بتظهرها مع جوزها. فجوزها طبعا عرف اللي حصل
وشاف اللي حصل وشاف ان هي بتعمل حاجه زي كده، وجيت جوزها قال لها منك لله واتهمها ان هي بتعمل كده واتهمها ان هي فعلا قتلته يعني مع الناس. وفي الكاد والست دي يا جماعه خدت اعدام. يعني الاول جت عملت حاولت تعمل نقض بحيث ان الواد هو السبب ان هو ابتزها، لكن للاسف الجريمه كانت ثابته عليها ثبوت خطأ، واللي خلاها انها تتعدم ان هي اصلا كانت عامله الموضوع ده ومع جوزها، مع الاثبات على جوزها اللي حصل، فما كانش لها مخرج، فهي خدت اعدام. وده اللي حصل، ودي عداله ربنا سبحانه وتعالى، ان هي لما قتلت انسان، اي نعم انسان سافل وانسان ابتزها، بس ما يوصلش لدرجه كده، ومهما كان ده عيل اي واحد مكانه ممكن يحصل معاه كده، ده لو واحده ممكن تبتز واحد مش توصلش انها تقتله وما تخططش عشان خايفه من فضيحه او خايفه ان هي يحصل لها حاجه من جوزها، او خوفها من جوزها يخليها تقتل عيل صغير، عيل صغير مهما كان. بس هي دي كانت القصه. ويا ريت يا جماعه نخلي بالنا، وهنا الرساله ما تعمليش نصحه، يا ريت بلاش انت تعملي نصحه او انت تعمل نصح. يعني لو انت فاكر ان انت لما تعمل حاجه زي كده هتتدرى، مستحيل يا جماعه. نقولها للمره المليون، النت ده بقى عامل زي الصندوق الصغير، بقى عامل زي الاوضه كده الصغيره. لو انت عملت حاجه في مليون واحد يعرفك هيشوفك، لو انت عملت بس اتكلمت كلمه في مليون واحد هيعرفك، ما طلعتش بوشك ما طلعت بظهرك كده كده هتتعرف. فلو انت بتفكر انك تعمل اي حاجه غلط تخص الحاجات دي، ما تحاولش، او تقبل المقابل لحاجه زي كده في المجتمع اللي انت عايش فيه، سواء في المنطقه، سواء في الشارع، سواء بين عيلتك، سواء بين قرايبك، سواء حتى في كيانك انت او في شخصك انت. ما تجيش انت تعمل الغلط وتقول لا انا مش عايز حد يعرفه. ازاي مش عايز حد يعرفه وانت اصلا عامل الغلط للناس؟ يعني انت عامل الغلط للناس ومش عايز حد يعرفه، او مش عايز حد ينتقدك، او مش عايز حد يعاقبك في منطقتك او حاجه زي كده. لا طبيعي، فده امر طبيعي. فما حدش يا ريت يعمل نصح يا جماعه. اللي بيفكر يعمل حاجه زي كده يفكر في العواقب، يفكر في الحاجه اللي هتحصل له، يفكر في الفضايح لو فكر انه يعمل شيء غلط، لو فكر ان هو يعمل شيء غلط. زي بالظبط لو عمل شيء مفيد، لو قدم رساله كويسه، لو اتكلم في شيء هادف، لو عمل قناه طبخ يفيد بيها الستات فعلا اللي هي ما بتعرفش تطبخ ومحتاجه فعلا طبيخ، لو عمل قناه هادفه مثلا، لو هو مدرس مثلا لغه عربيه، لو هو فعلا مدرس، لو هو بيدي دروس تنميه بشريه نسبيا زي ما احنا بنعمل كده، ندي رسائل توعيه فعلا للناس انهم يستفادوا من القواضي ومن القصص اللي بنقولها. ده شيء جميل وهادف، ده شيء تساب عليه اولا، ثانيا شيء تكسب احترام المجتمع اللي حواليك ايا كان المجتمع اللي انت فيه، المنطقه او المكان اللي انت فيه. لكن انك تعمل حاجه غلط انتظر المقابل، ما تجيش تقول انا ليه الناس بتنتقدني، او انا ليه الناس بتشتمني، او انا ليه الناس بتقول لي كده بس. ودي الرساله يا جماعه، طالما هتعمل شيء استحمل بقى، غلط هتساب عليه الغلط، صح ربنا هيكرمك عليه برضه. وكله المجتمع هو اللي بيقول، والمجتمع هو اللي بيحدد اذا كان ده شيء كويس ولا شيء غلط بس. واتمنى نشير الجريمه دي او القصه دي يا جماعه عشان الناس تستفاد، لانها مهمه جدا وبتحصل في وطننا العربي، وبتحصل في الوقت ده كتير جدا. واللي وصل معانا لغايه هنا يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، واسالكم لايك دعم لينا، واشوفكم القضيه الجايه او القصه الجايه، والسلام عليكم.